They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. فيديو النهاردة بنقدم فيه بنقدم فيه كده الكفتة الغمراوي. كفتة بتتقدم كده في الأفراح وفي المناسبات الحلوة كده بيقدموها. معانا ربع كيلو لحمة مفرومة، نشوف المقادير. طيب، ومعانا كوباية رز كبيرة مغسولة ومتصفية، يعني حوالي ربع كيلو، ربع قصاد ربع كده أو نص قصاد نص عشان تبقى متماسكه. ومعايا بصله كبيره مبشوره، وفصين توم مفرومين معاها، ومعايا 3 حزم بقدونس وكزبره وشبت، ومعايا هنا التوابل واخده من نص كل حزمه كده نص 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 نص. التوابل هقول لكم عليها دلوقتي، ما تقلقوش من الفيديو لما بيجري. معايا معلقه كبيره ملح، وربع معلقه قرفه، ونص معلقه فلفل اسود، ونص معلقه حبهان مطحون، ونص معلقه بهارات لحمه، وشطه وبابريكا وكزبره ناشفه. من كل حاجه نص نص، ما عدا القرفه ربع، والملح معلقه كبيره ممسوحه، مش كبيره قوي يعني. بصوا، هقلب كده الخليط كله ببعضيه من فوق لتحت كده، ولازم لازم يتقلب بالايدين كده قبل ما ينزل في الكبه. هما كانوا بيعملوها في الهون، احنا هنعملها في الكبه كده نص تكسيره. كانوا بيبقى عندهم الهون تقيل كده ونحاس، كانوا بيكسروها فيها نص تكسيره. بصوا، هنجيبهم كده في الكبه ونعملهم نص تكسيره، مش هنفضل نطحن فيهم كده زي الكفته من رز، لا. لا، دي مختلفة خالص، بس بتبقى طعمها جميل وأحلى. دي بقى بنديهم كده نص تكسيرة في الكبة، وبقلب فيهم كده علشان يبقوا متخلطين مع بعض، وبنزلها كده وبجمعها كده على بعضها. بصوا، تلاقوا فيها احمرار شوية، والخضرة ما بتبقاش اتفرمت قوي، ولا الرز نص تكسير. لو عندكم الرز متكسر خالص ممكن تشتغل بيه على طول من غير ما تدقوه ولا اي حاجه، تغسلوه وتسيبوه شويه كده وتخلطوه كده. هسيبها نص ساعه وارجع اخدها كده وادهن ايدي زيت واصبع فيها بقى. شوفوا انتوا بتحبوها ايه، بتحبوها صوابع، بس ما تخنوهاش قوي لان الرز لسه ني وهينفش. الرز لسه متكسر كده، فمش عايزينها تبقى كبيره كده ومنفوخه. هي بتتقدم في مناسبات بتبقى متوسطه كده، ولا كده ولا كده. هعمل منها صوابع، هتعملوا منها قراص، اللي انتوا تحبوه. انا هعمل كده وكده عشان تبقوا شايفينه معايا. القرص بتاعها كده بيبقى قد الطعميه الصغيره، مش الكبيره، متوسطه كده بين الكبيره والصغيره. بصوا بيبقى كده. بنرصها كلها كده وبنسيبها. هتشوفوها معايا دلوقتي. ادي هي تقراص كلها، وادي الصوابع. دي كفتة بتبقى صراحة بتبقى طعمها جميل، وريحة التوابل فيها مع اللحمة كده ما بتبقاش اتطحنت أو بتبقى طعم اللحمة باين فيها، بتبقى بصراحة جميلة جدا. هتشوفوها ان شاء الله وهتعجبكم، ويا ريت تجربوها. بصوا، انا خلصتهم اهم كلهم. هنروح بقى نولع البوتاجاز، احط الحلة بتاعتي على النار، واحط فيها كده ما عندكم شوربة لحمة او شوربة فراخ اللي موجود، تولعوا عليها على النار وتسيبوها. ما عندكوش هتحطوا حلة وفيها ورق لوري وحبهان وملح وفلفل اسود، وتسيبوها لحد ما تغلي. وهنزل بقى فيها ايه، راس الكفته والصوابع بتاعت الكفته اللي انا عملتها. دي بقى مش زي كفته الرز بنحمرها الاول بعد كده بنحطها في الصوص، لا. دي بتختلف شويه، بس بتبقى دي مختلفه عن دي، ودي اكلتها مختلفه عن دي. هنسيبها كده نص ساعه وهنرجع لها بعد نص ساعه. هنجرب منها كده واحده نشوفها استوت ولا لا. لازم بعد نص ساعه ما تطولوش عليها، وتبقى ايه، الشوربه بتبقى مقدارها كتير، ما يعني تبقاش فوق بعضيها كده، لا. لازم تبقى عايمه كده في الشوربه عشان ما تلزقش ببعضها وهي بتغلي، ولا تتقلش على بعضها. بصوا كده لقيتها استوت، فهسيبها بس هخرجها من الشوربه. لقيتها لسه مستويش، بس هو كمان 5 دقايق. هطلعها كلها من الشوربه كده في مصفى، واسيبها تصفي وتبرد، بعد كده نروح نعملها بانيه. بصوا بقى، بعد ما بردت كده معايا بشويه، هروح بقى نعملها. هما بقى بيعملوها ازاي؟ بيحطوها من الدقيق للبيض. انا بحب احط لها شويه بقسماط. ده معايا دقيق وبقسماط، ومعايا بيض عليه ملح وفلفل. بيضتين كده صغيرين، ممكن تعملوها بلبن او بيض على لبن. هنحط كده من الدقيق للبيض. هما بياخدوها من الدقيق للبيض وبيقلوها على طول في الطاسه، بيقلوها في زيت او في سمنه او زيت على سمنه براحتكم. انا هاخد كده من الدقيق على البيض، وبعد كده هحطه في البقسماط، هطلعه. بصوا، وهروح اقليهم بقى، وهتشوفوا زي ما شفتوه معايا كده في الفيديو. ما بياخدوش قلي معايا كتير، يعني يدوب حاجات بسيطه كده يبقى لونها ذهبي. شفتوها معايا في اول الفيديو كنت مقدماها ازاي. بصوا كلها كده بنعملها كاننا بنعمل بانيه. هي بتاخد كده، وبعد كده بنقليها في الزيت خفيفه وهشه، وتبقى الرز كده باين فيها، بيبقى شكله كده حاجه مختلفه عن كل مره يعني بنعمل فيها. بس ما تنسوناش في اللايك والشير وتقول لاصحابكم على قناتنا. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده احلى واحلى.
واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.